لو على مدار 5 سنين كنت بتستثمر في مشروع حلم حياتك ودفعت فيه إجمالي حوالي 1,000,000 جنيه في أحسن تقدير، المفروض تجني أرباحه في قد إيه؟ المفروض إن الأرباح تتراوح من 15 ل 20%. طب لو كنت قلت لك إن المشروع ده للأسف مش بيجيب لك غير 7,000 جنيه في الشهر، فأنت كده محتاج حوالي 10 ل 12 سنة عشان تجمع بس المليون جنيه اللي أنت صرفته على مدار 5 سنين. ده فرضا إنك أنت كده بتحاول ما تصرفش اي قرش من ال 7000 جنيه اللي بيجولك في الشهر على مدار 12 سنه. فكده انت ما جنيتش ارباح، انت يا دوب كده بتحاول تعوض الفلوس اللي انت صرفتها على مدار 5 سنين. مع ايه؟ مع تحييد ان ما فيش اي تضخم مالي او اي ازمات اقتصاديه حصلت وان الامور مستقره. ولكن الوضع كالتالي، ان انت كل سنه بيكون في تحديات اقتصاديه عالميه انت مربوط بيها. فاللي انت دفعته مليون على مدار 5 سنين يعتبر خساره اقتصاديه. فالاستثمار اللي انت عملته انت بتخسر فيه، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هتضطر انك انت يا اما تشوف الاستثمار بتاعك ده تبيعه او تشتغل شغلانه تانية او تروح بلد تاني عشان خاطر تعوض الخساره دي، لان انت صرفت كل ما تملك ودلوقتي ما بيجيبلكش العائد بتاعه، لانك مش هتقدر تصمد 12 سنه على ما تلم يا دوب الرقم اللي انت دفعته، ما بالك بالارباح اللي هي حقك، لان الانسان بيشتغل عشان خاطر يجني ارباح يصرف بيها على نفسه. الحقيقه ده اللي بيحصل مع مهنه الطب. اقل مهنه طب بيتصرف عليها في السنه تقريبا ما يقارب من 150 الف جنيه، ده في احسن تقدير مصاريف سنويه في الكليات الاهليه، ولو قلنا ان هو حكومي هيصرف زيهم على نفسه كورسات ودروس والى اخره عشان خاطر يتمرن. واحنا هنا ما اتكلمناش كمان على المصاريف بتاعه الاعاشه. لو جينا نتكلم على كليات الطب الخاص، ففي كليات طب خاص وصل فيها السنه للطب حوالي 1,000,000 جنيه، يعني 5 سنين الطب بدل ما كانت 7 هنقول انها 5 مليون. وهنا مش هكلمك بقى على سنتين الامتياز وسنتين التكليف ولا التخصص ولا الدكتوراه ولا الزماله ولا كل الكلام ده. نتكلم ان انت في احسن تقدير دفعت مليون، او في ناس تاني دفعت 5 مليون. فاكيد اللي دفع 5 مليون مش هيستنى 80 سنه عشان خاطر يجمع ال 5 مليون اللي هو دفعها. فالدوله بتخسر الاستثمار بتاعها في الاطباء اللي هي عمله نادره على مستوى العالم، وبتخسر الشعب بتاعها، في حين ان هي ممكن المصاريف اللي بتتصرف دي لو اعاد توزيع الرواتب بتاعه الفريق الطبي ككل هتكسب حاجه، ان الدكاتره هيكون شغلها حكومي والدكتور ده انسان زي اي انسان. مش كل الدكاتره عايزه تكون تنانين مجنحه ويقبض بالدولار وي الى اخره، بالعكس هو عايز يكفي بيته ويكفي اسرته اللي صرفوا عليهم. لان الدكتور ما بيكونش عارف البيزنس ده غير لما بيتصطدم بيه بعد ما بقى يعتمد على نفسه بدون بابا وماما. مش كله بيعتمد على نفسه في البدري، بل بالعكس اللي بيتعامل في البدري ده في الاغلب بيكون اللي دخل الطب الحكومي. ومش كله برضه، في اهالي طحنت نفسها عشان عيالها اللي هم انتوا، اللي هم احنا، اللي هو المجتمع. فلما نيجي نستثمر في الفريق الطبي نكمل الاستثمار صح. الشخص ده دفن نفسه اتدفع فيه الارقام دي، فهو مش هيقدر يستنى السنوات دي عشان خاطر يجمع يا دوب الرقم اللي اتدفع ده لو عرف يجمعه من غير ارباح. فهل في شغل في الدنيا ما بيجمعش الارباح؟ طب لو هو ما خدش الارباح بتاعته، ساعتها هنلاقي المردود يا اما يتجه للطب الخاص ويكون زي ما بيتقال عليه جزار، ولكن هو مش جزار، هو بيحاول يجمع اليوميه بتاعته اللي كانت ما تقارب حوالي 2000 ونص كان بيتصرف عليه في اليوم على مدار 5 سنين، هو واهله اتحرموا منهم. ده في حاله لو كان الطب بكام؟ احنا بنتكلم ان هو صرف عليه ما يقارب 1,000,000 جنيه. ده احنا بنتكلم بيزنس بحت بعيد عن اي صعبانيات. انت الدفع في البيزنس ده، انت بنيت العماره بالمليون ده، هتجمع المليون ده امتى؟ ما هو هتجمعه لوحده يبقى انت كسبت ايه؟ في ارباح، مش في عمال اشتغلت دخلت الرواتب بتاعتها، مش في ناس بذلت من وقتها وخدت الرواتب بتاعتها. هو ده نفسه اللي بيحصل. الطب هو بروجكت زي اي بروجكت، بس البروجكت ده كريتيكال ليه؟ لان مرتبط كمان بحياه الناس. فالناس مهم جدا الصيانه الدوريه، زي ما العربيه لما بنشتريها اللي هي صيانه دوريه، الانسان بيحتاج صيانه دوريه من كل التخصصات من كل الفريق الطبي، سواء دكاتره، تمريض، عمال ومعاونين. فما ينفعش تعامله معامله الموظف تيجي تقول له ان هو ليه ال 7000 جنيه اللي اتصرفوا عليه. هو ما صرفش عليه 7000 جنيه في الشهر، هو صرف عليه ما يقرب من 2000 ونص او 3000 في اليوم. فعشان تيجي تردها له وتقول له هتردها على مدار 80 سنه، فده لا منطق ولا اقتصاد ولا استثمار، وده خساره في اللي دفع كله. فيا اما ما يدفعش من الاول، يا اما انت كمجتمع لازم تكون واخد بالك ان كل الكليات الجديده اللي بيتصرف فيها الارقام دي، تكون فاهم ان اللي هيشتغل في الكليات دي
واللي هيطلع منها ويتخرج مش خارج عشان خاطر المرتب اللي ب 7000، امال خارج ليه؟ يا اما هيسافر ويحصل اصحابه، يا اما لو قعد هنا هيدور على الاماكن الخاصه اللي بتصرف عليه الارقام اللي دفعها عشان يجيبها عشان الربح المادي. ولو هو ما كانش فاهم ده فاهله هيفهموه له، ولو ما كانش عنده اهل ربنا يبارك لهم ويعوضهم تعبهم معاه، فهو هيبدا يختلط بالدنيا ويلاقي نفسه هو بيشتري برضه كرتونه بيض زيك، وبيشتري كيلو طماطم وكيلو خيار ويشتري فراخ، من حقه ان هو يجيب ايه فنجان القهوه بتاعه. لكن من الغير منطقي ان هو كان بيصرف اضعاف ده كله في السنه، وهيكمل يصرف على نفسه ويجيب فنجان القهوه عشان خاطر يقعد في مستشفى اللي جاي له مش فاهم كل الحسبه دي او مش حاططها في باله. مش مطلوب منك انك انت تعطف على الدكتور اللي هناك ولا حاجه، بالعكس تقول هو احنا دلوقتي كدوله دفعنا كلنا ضرائب عشان خاطر الناس ديت ياخدوا العلم دوت. طب ايه المردود يكون ازاي؟ انا عايز احافظ على بقيه الاستثمار عشان خاطر ما القاش نفسي ان انا بدور على الطب الخاص. يبقى ازاي هلاقيه؟ مش ان انا اقتله ولا اخنقه، المفروض ان انا محتاجه رايق عشان اخد منه المعلومه واصين الصيانه الادميه زي صيانه العربيه بتاعتي، والقاها في المكان الحكومي الاقرب ليا بكل آدمية زي أي مكان في الدنيا. لأن الطب الحكومي هو الطب الآمن لو اتنفذ صح، لكن الطب الخاص مفيش حد بيقدر عليه مهما كان. وبنقابل ده في الأورام وفي الأمراض المستعصية المزمنة، مفيش حد لا غني ولا فقير يقدر عليها بأي ماديات، ده محتاج حد قاعد على بنك وبيصرف. طب ما احنا ممكن نوفر كل ده إن احنا نستثمر في الاستثمار القائم بالفعل ونحسن من رواتب الاطباء، وده هيحسن من المنظومه كلها لانها بحسبه ارقام. هات ورقه وقلم وشوفها ان المتوسط بتاع ارقام الاطباء وانت حسنت، لكنها بالمقابل قدام المجهود وقدام اللي اتدفع مش قيمه مقابل سعر للمجتمع قبل للطبيب واسرته اللي دفعت فيه. عشان كده مهم جدا ان الرواتب تكون عادله عشان تكفيه ليه ولكل فئات المجتمع. بس انا اتكلمت على فئه احنا كلنا بنقابلها، واذا كنت انا النهارده دكتور فانا بكره مريض، واحب ان انا لما الاقي دكتور يعاملني بما يرضي الله ويكون عندي المقدره على الدفع، وما ينفعش ابخس حد حقه.